يبني الفتى بالذل دار معيشة، والذل للمجد المؤثل هادم. العز عذب مطعم لكنه حفت جناه لها ذم وصارم. يبني الفتى بالذل دار معيشة، والذل للمجد المؤثل هادم. إن شئت عزا خذ بمنهج مسلم، إن شئت عزا خذ بمنهج مسلم، من قد نمته إلى البسالة هاشم. شهم أبى إلا الحفائظ شيمة، فرق العلا بالمكرمات السلالم. ظهر من كنز أبو طالب شبل هذا وشبل شبه، ظهر من كنز أبو طالب شبل هذا وشبل شبهه. مسلم والبطل عباس نالوا عز مراتبه، ظهر من كنز أبو طالب شبل بموسط الكوفة، وهيع بيها المهيع وسال السيل شيوفه. خيل ما تقول الخيل والمردوف مردوفة، بترها الزلم تتناخى ويترى الفزع كل جبهة، يترى الفزع كل جبهة. سمع لجة وحسب الشر فزوا نهم وتمغط اليوصل مجمنه يقصر. المراجل شالته واشتد وهز العزم والطشار، يصيح اليوم موت القوم يا كثرة نوايبها. والله وطاعة صاحت على الباب قصر عمري عسى ولا طاب. ضيفي يا ابن خل كرار عند الوادي مشي قال كوفة، والقوت كلها عليك من الدواهب طاب. يصيح اليوم موت القوم يا كثرة نوايبه. والله يا مسلم ريت لن هاشم زلمها تجي ويخفج على راسك علمها. لكن يا حيف ما واحد علمها غريب وحدك والدير العيون. يا مسلم وين ذاك اليوم عباس يجيك يعاينك. يا مسلم وين ذاك اليوم عباس يجيك بشيمته ونفرع الراس، ويشوفك يوم صابك نذل الارجاس وهويت من القصر فوق الوطيه. يا وهويت من القصر فوق بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. سيف من أسياف آل محمد، وقطب من أقطاب بيت النبوة، جسد أروع آيات الشجاعة والصلابة والثبات على الحق، وسجل سفرا عظيما في التضحية والفداء والإيثار، فكان سفير الحسين ومعتمده
ثقته في أهل الكوفة. إنه حفيد سيد مكة وقطب من أقطاب آل أبي طالب، أرباب المناقب وسادات قريش والعرب. على الرغم من أن المصادر التاريخية لم تذكر السنة التي ولد فيها مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن هنالك الكثير من الشواهد التي تبرهن على أن ولادة مسلم سلام الله عليه كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو كانت في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وكان عمره الشريف قريب من عمر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. تزوج مسلم بن عقيل من السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأنجبت له 4 من الأبناء، 3 من الذكور وبنت واحدة. الولد الأول هو عبد الله الذي استشهد بين يدي الحسين في يوم عاشوراء، وكان عمره الشريف 17 عاما. وأحمد وإبراهيم الطفلان البريئان اللذان ذبحا على شاطئ الفرات. والبنت هي السيدة حميدة رضوان الله تعالى عليها. وقيل أن لمسلم بن عقيل ولد آخر من غير رقية اسمه محمد، استشهد مع أخيه الأكبر بين يدي الحسين في يوم عاشوراء. طبعا كما تعلمون لم يكن مسلم بن عقيل شخصية عادية، بل كان شخصية استثنائية. عرف مسلم بشجاعته وبطولته، فكان فقيها من فقهاء آل محمد، وكان بطلا من أبطال بني هاشم وصنديد من صناديد العرب، حتى أنه شارك مع أمير المؤمنين بمعركة صفين بصفة قائد بأمر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه نفسه. مسلم بن عقيل القصة والحوادث التي مرت عليه كثيرة جدا، لا يمكن أن نستعرضها في هذا المجلس المختصر، بل مسلم لوحده يحتاج إلى أكثر من 10 ليالي حتى نحيط بتفاصيل ما جرى على مسلم بن عقيل من خروجه من مكة المكرمة حتى وصوله إلى الكوفة، والحركة التي قام بها مسلم في داخل الكوفة، فنحتاج إلى الكثير من الوقت. عندما تقاطرت الرسائل الكثيرة التي تكاد لا تعد ولا تحصى من أهل الكوفة على الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو في مكة المكرمة، رأى سيد الشهداء أن يبعث إلى أهل الكوفة من يمثله عندهم، فاستدعى ابن عمه مسلم بن عقيل، لأن الحسين عليه السلام يعلم بأن مسلم بن عقيل على مستوى عالي من الكمال والمعرفة والتقوى، وكان محنكا عالما فقيها، فسوف يقوم بذلك الدور البارز فيكون ممثل للحسين في الكوفة. الإمام الحسين عليه السلام كتب كتاب وسلمه لمسلم بن عقيل وأمره أن يسلمه لأهل الكوفة. هذا الكتاب جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أهل الكوفة، أما بعد، فقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام فأقبل، لعل الله يجمعنا بك على الحق والهدى، وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فقوموا مع ابن عمي وبايعوه ولا تخذلوه، فإني قادم إليكم وشيكا إن شاء الله تعالى. ختمه بختمه وسلمه لمسلم بن عقيل وأمره أن يسلمه لأهل الكوفة. فأخذ مسلم كتاب الحسين سلام الله عليه، قبله وضعه على عينيه، ثم احتضن الحسين عليه السلام، توادعا وبكيا، وبكى كل من كان حاضرا. ثم خرج مسلم بن عقيل من مكة باتجاه العراق. خرج مسلم بن عقيل من مكة في منتصف شهر رمضان،
ولم يكن مسلم وحيدا، كل المؤرخين يقولون أن مسلم خرج وكان معه 4 أشخاص. أولا قيس بن مسهر الصيداوي، وثانيا عمارة بن عبيد الله السلولي، وعبد الله وعبد الرحمن بن شداد الأرحبي، هذين أخوين. فأخذهم مسلم عليه السلام وانطلق باتجاه العراق. وصل إلى الكوفة في 5 من شهر شوال سنة 60 للهجرة. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام أوصى مسلم وصية عندما سلمه الكتاب، قال: امضي على بركة الله واذهب إلى الكوفة، وإذا دخلتها فأنزل عند أوثق أهلها. أول ما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة نزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهذا دليل واضح على أن المختار كان ثقة عند الأئمة عليهم السلام، وكان ثقة عند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ينبغي أن لا نعير أهمية لبعض من يتحدث عن المختار بسوء، وأنه رجل خرج مطالبا بالسلطة، وأنه تسلق على أكتاف آل محمد للوصول إلى العرش أو المنصب أو الخلافة أو الحكم وما شابه. يطلع لك فرد واحد لابس عمامة سوداء وقاعد له بفضائية وظل يهرج ويصيح ويشتم ويتمسخر ومرة يجيب نكات. هذا كلام أكثر ما صادر من منبع علمي أبدا، ولا مثلا يعتمد على الدليل في طرح الموضوع الذي يطرحه حول المختار الثقفي. وإلا كل الشواهد والبراهين التي ذكرها المؤرخون تبين عظمة المختار، وأن المختار كان من شخصيات التشيع البارزة. كيف لا يكون كذلك وقد خرج مطالبا بثأر الحسين عليه السلام، وقدم نفسه على هذه القضية، وقدم أهل بيته دفاعا عن قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال نزل المختار أو نزل مسلم بن عقيل في دار المختار الثقفي، وبدأت الجموع الغفيرة تتوافد على مسلم بن عقيل، وكلها قد أعلنت البيعة للإمام الحسين عليه السلام، كلها أعلنت بأنها مستعدة لنصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الجموع الغفيرة التي دخلت في بيت المختار الثقفي كلها تتوافد الناس، يعني تصور من 5 شوال إلى 8 ذي الحجة، على طول هذه المدة الشيعة يتوافدون لدار المختار الثقفي، وقد أعلنوا بيعتهم للحسين عليه السلام، وقد أعلنوا بأنهم مستعدون وينتظرون على أحر من الجمر، ينتظرون إمامهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى بايع مسلم 18,000. ولذلك مسلم بعث بذلك التقرير للإمام الحسين عليه السلام. هذا التقرير الذي ذكرناه يمكن ليلة البارحة جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من مسلم بن عقيل إلى ابن عمه الحسين بن علي، أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000 رجلا، فعجل الإقبال حين يأتيك كتابي هذا، فإن الناس كلهم معك، ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى، والسلام. مسلم بن عقيل لما كتب هذا الكتاب وختمه بختمه أعطاه لعابس بن شبيب الشاكري ومولاه شوذب وقيس بن مسهر الصيداوي، وأمرهم أن يسلموه للحسين سلام الله عليه بأسرع وقت. أخذوا الكتاب وسلموه لسيد الشهداء في مكة، وبناء على هذا التقرير الميداني الذي بعثه مسلم تحرك الحسين من مكة باتجاه العراق كما قلنا. وأما عن حركة مسلم في داخل الكوفة فلا يمكن أن تكون محصورة في زاوية بيت المختار، لا بد للخبر أن يتفشى، ولا بد للإشاعات أن تنتشر. حتى انتشر خبر بيعة الشيعة واستعدادهم لنصرة الحسين في دار المختار الثقفي واجتماعهم حول مسلم، اجتاح كل الأرجاء والقرى والمناطق والأرياف. من هنا بدأ جواسيس بني أمية والموالين لبني أمية وعيون بني أمية يرفعون التقارير تلو التقارير للحكومة المركزية في الشام، يرفعون التقارير ليزيد بن معاوية أن حاكم الكوفة النعمان بن بشير ضعيف أو يتضاعف، وقد ترك مسلم بن عقيل حتى قوي وأصحابه. لما وصلت التقارير ليزيد بن معاوية وهو في الشام استدعى مستشاره سرجون النصراني وقال له: من نولي على الكوفة؟
لأن حركة مسلم بدأت تنشط، بدأت تقوى، والهدف الذي جاء من أجله مسلم هكذا كان يتصور أهل الكوفة، وهكذا كان يتصور يزيد، أن مسلم سوف يقوم بالإطاحة بالحكومة المحلية داخل الكوفة بمن بايعه، ثم ينتظر الحسين حتى يأتي ويزحف باتجاه الشام لإسقاط الحكومة المركزية. هكذا كانت تعتقد الدولة الأموية. ولذلك استدعى مستشاره سرجون، قال: من نولي على الكوفة؟ قال: عليك بحاكم البصرة اللي هو عبيد الله بن زياد، فإنه من أشد الناس بغضا لآل محمد. فكتب كتابه وبعثه بيد الرسول إلى عبيد الله بن زياد، فجاء الرسول يحمل كتاب يزيد من الشام إلى البصرة. هذا الكتاب جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد، أما بعد، فإني لا أجد سهما أرمي به عدوي أجرأ منك، فإذا قرأت كتابي هذا فارتحل من وقتك وساعتك، وإياك والإبطاء والتواني، واجتهد ولا تبقي من نسل علي أحدا، واطلب مسلم بن عقيل وابعث إلي برأسه والسلام. وصل كتاب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد، وبناء على هذا الكتاب تحرك باتجاه الكوفة، خرج حتى وصل إلى الكوفة. عبيد الله بن زياد دخل إلى الكوفة متنكرا بزي الحسين عليه السلام، بتعبيرنا أراد أن يجس النبض، أراد أن يعرف ولاء أهل الكوفة، هل هو للحسين عليه السلام، هل هو لبني هاشم، أم هو لبني أمية. لما دخل إلى الكوفة متنكرا بثياب الحسين عليه السلام مع أصحابه الذين كانوا معه، رأى حفاوة الاستقبال والتقدير، فعلم بأن أهل الكوفة كلهم مع الحسين، علم أن حركة مسلم تقوى شيئا فشيئا في الكوفة. أول ما وصل إلى الكوفة صعد المنبر وكشف عن حقيقته، كشف عن نفسه، وصار يتوعدهم بالقتل والذبح وقتل الأطفال الرضع وهتك الأعراض وبقر البطون وقلع العيون وقلع الأظافر، وهكذا بدأ يتوعدهم ويتخوفهم. من هنا بدأت حركة مسلم تقل. لما علم مسلم بوصول عبيد الله بن زياد إلى الكوفة وقد أصبح حاكما عليها، غير مكانه فانتقل من دار المختار الثقفي إلى دار هاني بن عروة. طبعا مسلم بن عقيل كما تعلمون، أولا إذا أردنا أن نعرف مهمة مسلم بن عقيل ما هي داخل الكوفة، هل أن مسلم جاء بأمر من الحسين عليه السلام حتى يستولي على الحكم في الكوفة، أم أن مسلم جاء حتى يهيئ أهل الكوفة روحيا وعمليا وعسكريا لاستقبال الحسين عليه السلام؟ الثاني، مسلم لم يكن هدفه أن يدخل بصراع عسكري مع الحكومة المحلية داخل الكوفة أبدا، إنما كان هدف مسلم بن عقيل بأمر من الحسين نفسه أن يهيئ أهل الكوفة ويكونوا على أتم الاستعداد للوقوف مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءهم. لكن مسلم عليه السلام اضطر أن يدخل بصراع عسكري مع جيش الكوفة أو مع الحكومة في الكوفة. لماذا؟ لأن الحركة التي قام بها عبيد الله بن زياد هي التي قلبت الأمور رأسا على عقب، وهي التي غيرت مجريات الأحداث. وهذا الرجل كان داهية، لا أحد ينكر أنه نعم كان داهية بالمكر والخديعة، نعم فعل في أهل الكوفة عامل الدينار والدرهم لكل أمة عجل، وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم. وإلا كثير من ضعاف النفوس تبعوا مسلم بن عقيل على أساس أنهم يتصورون أن مسلم سوف يستولي على الحكم، بل واحد منهم يحصل له منصب، يحصل كرسي، يحصل أموال، يستولي على خزانة القاصر مثلا، وهكذا. فهؤلاء بمجرد أن اشتراهم عبيد الله بن زياد بشيء من الدنانير والدراهم باعوا قضيتهم ومشروعهم وباعوا مسلم وباعوا حتى الحسين عليه السلام، وأصبحوا يشتغلون مع عبيد الله بن زياد لشأن حركة مسلم من الداخل. وهذا طبعا سبب رئيسي في تفريط الأمة عن مسلم بن عقيل. نعم كثير منهم جهلة، كثير منهم بغض النظر عن أولئك الذين كاتبوا مسلم أو كاتبوا الحسين عليه السلام، يعني وعلى رأسهم التوابين مثلا. يعني مثلا سليمان بن سرة الخزاعي أكثر من كتاب بعث إلى الحسين أن أقدم علينا،
لكن ما رأينا هنالك دور كبير للتوابين مع مسلم بن